ورجعت تاني مع حكايات عماير الزمن الجميل. بس النهاردة هحكي لكم حكاية، يا رب ما تظلموني في تعليقاتكم. اصلا هحكي لكم حكاية عمارة مظلوم. يلا بينا نسمع حكاية العمارة. وانت ماشي في باب اللوق وبالذات في شارع مظلوم هتقابلك عمارة جميلة جدا وفريدة جدا في تصميمها. العمارة دي في آخرها كده قبة فريدة جدا في التصميم. العمارة دي عمارة مظلوم. في البداية كده كانت الأرض اللي اتبنت عليها العمارة كانت ملك للخديوي إسماعيل، وسنة 1925 أمر ورثة الخديوي ببناء عمارة وادوها لوزارة الأوقاف كوقف خيري، والعمارة لحد دلوقتي تابعة لوزارة الأوقاف. العمارة دي بتتكون من 5 طوابق غير الدور الأرضي والسطح بتاعها، وبتنتهي بقبة فخمة جدا. القبة دي كمان عاملينها كغرفة الناس ممكن تسكن فيها. والعمارة اتبنت في رقم 1 شارع محمد مظلوم سنة 1928، وهي على طراز النيو باروك الفرنسي والارت ديكيو الانجليزي. وكمان متأثرة العمارة في بنائها بعمارات حوض البحر المتوسط اللي أنا كلمتكم عنها في شارع عماد الدين قبل كده، اللي هي بيسموها عمارات الخديوي، وياريت ترجعوا للفيديو تاني. والعمارة دي مساحتها 810 متر مربع. تعالوا بقى نتكلم عن أحمد مظلوم باشا اللي اتسمى الشارع على اسمه والعمارة اتسمت على اسمه. اتولد سنة 1878 من أصل تركي، والده محمد مظلوم كان مدير للأوقاف المصرية، وتلقى تعليمه في المدارس بالقاهرة، وسافر لإنجلترا لاستكمال دراسته، ودرس الاقتصاد وتولى مناصب وزارية كبيرة، وكان من ضمنها إن هو كان وزير للأوقاف في وزارة سعد زغلول باشا. يا رب تكون جولتي عجبتكم، واشوفكم بجولات جديدة. باي باي.